أحداث فيلمنا بتدور في قرية بعيدة في إنجلترا، وبنشوف جريتا وهي بتتحرك على بيت عيلة اسمها هالتشاير لأنهم طالبين مربية لابنهم علشان مسافرين. وبتوصل وبيكون البيت شبه القصور بتاعت أفلام الرعب من بره وشكله ضخم. وبتاخد جريتا بالها من الأوضة العالية اللي زي ما تكون محروقة وفي آثار للرماد من بره، وبتدخل القصر جوه علشان تقابل العيلة لكن ما بتلاقيش حد في استقبالها. فبتقلع جزمتها وبتدخل تبص على القصر، وبتكون مخضوضة ومعجبة بكمية التحف والتماثيل اللي في المكان. وبتقف على صورة الأب وأم وابنهم، بتبص عليها شوية وبعدين بتدخل أوضة طفل فيها ألعاب، وبيجي شخص من وراها بيتكلم. فبتتخض جريتا وبتترعب، وبيعرفها بنفسه إن اسمه مالكوم وإن هو اللي مسؤول عن المشتريات الخاصة بالقصر. وبتروح معاه المطبخ علشان يرتبوا الحاجات اللي هو جابها. وبتدخل السيدة هيل وتتعرف على جريتا، وبتستغرب إنها قلع الجزمة بتاعتها بره، بس جريتا كانت فاكرة إن ده نوع من أنواع الاحترام يعني. وبتروح معاها علشان تجيب جزمتها لكن بتلاقيها اختفت. وبتقول لها السيدة هيل إن أكيد ابنها برامز بيلعب بيها. بعدها بتاخدها علشان تعرفها على ابنها برامز، وبتتفاجئ جريتا إنها بتلاقي عروسة لعبة بس بيتعامل مع الأب والأم على إنه ابنهم بجد. حتى مالكوم بيسلم عليه وبيقول له خلي بالك من جريتا وهي هتكون المربية الجديدة بتاعتك. وبتاخدها السيدة هيل علشان تعرفها على التعليمات بتاعت ابنها برامز، زي إنه بيصحى الساعة 7 الصبح وتلبسه لبس وتقرأ له كتاب في المكتبة وتسمعه الموسيقى اللي بيحبها وشوية تعليمات تانية. وبعد كده بتقول لها السيدة هيل إن برامز موافق إنها تكون المربية بتاعته. وبالليل بتتصل جريتا بأختها ساندي وبتقول لها إنها شغالة في مكان غريب وإن الناس اللي عندها بيربوا عروسة زي ما يكون حقيقية، وبتشتكي لها إن المكان مفيش فيه أي شبكة موبايل ولا إنترنت. وبتقول لها سالي إن حبيبها السابق كول بيسأل عليها كتير ومصمم يعرف هي شغالة فين دلوقتي، بس هي ما قالتلوش. والصبح بيبدأ أول يوم لجريتا علشان تاخد بالها من برامز، وبيديها السيد هيل ورقة فيها التعليمات اللي تمشي عليها علشان برامز ما يتضايقش منها. وبيكون الأب والأم مستعدين علشان يسافروا، وبتتأسف السيدة هيل لجريتا، وبتكون جريتا مش فاهمة بتتأسف ليها على إيه، لكن بتفضل في القصر لوحدها مع برامز. وأول ما أهله بيمشوا بتحطه على كرسي وتغطي وشه وتبدأ تعيش حياتها في القصر عادي. وبتتنقل لأنها قاعدة لوحدها مع عروسة، وأكيد كل ده جنان يعني. وبتفضل تقرأ في كتاب لحد ما بتروح في النوم شوية. وبتصحى جريتا وبتتفاجئ إن الملاية اللي على وش برامز مش موجودة، وبتستغرب إزاي ده حصل، لكنها مش بتهتم وبتاخد برامز ترميه على الكرسي اللي في أوضته وتروح علشان تنام. وبالليل بتصحى على صوت البرق وبتكون خايفة وحاسة إن في حد بيتحرك حواليها، فبتقوم تاخد شمعة وتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصل للصورة العائلية اللي فيها الأب والأم وبرامز. ولما بتقرب منها في إيد بتطلع من الصورة وبتسحبها، وبتعرف إنها كانت بتحلم وإن كل ده كابوس ومفيش حاجة. وبتروح علشان تشوف برامز لكن بتبص عليه وبتلاقيه بيعيط، وبتكون خايفة تقرب منه. إزاي عروسة لعبة بتعيط؟ لكن لما بتقرب بتعرف إن السقف هو اللي بينقط من المطر بتاع امبارح، وبتحاول تفتح السقف بعصاية لكن ما بتعرفش تفتحه. وبتفضل جريتا تتمشى في البيت من الفراغ اللي هي فيه لحد ما بيجي مالكوم علشان يوصل حاجات البقالة للبيت. وبتقوله جريتا إنها نفسها تعرف إيه حكاية العروسة دي وإزاي ناس زي دي بيربوا عروسة لعبة يعني. فبيقول لها مالكوم إنه هيحكي لها بس بره، وبياخدها القبر برامز، وبيقول لها إن برامز ابنهم الحقيقي مات في حريقة لما كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده الثامن. ومن وقتها والأب والأم في حالة نفسية صعبة، والعروسة دي ظهرت فجأة وبقوا بيتعاملوا معاها على إنها ابنهم بالظبط. وبيعرض عليها مالكو إن ياخدها في جولة في المدينة ويعرفها أكتر وهي كمان تعرفه، وبتوافق جريتا على طول. وبيجي وقت الخروج وبتروح جريتا على أوضتها، وبتكون بتكلم أختها وبتلبس هدومها، وأختها فرحانة إنها تخرج مع واحد تاني وتنسى أزمة حبيبها السابق كول. لكن جريتا بتقول لها إنه مش موعد غرامي وإن ده خروج عادي. لكن وقت ما هي بتتكلم بتشوف في المراية برامز قاعد على السرير وبتتخض منه. وبعدها بتروح علشان تاخد دش، وبتتفاجئ وهي في الحمام إن الفستان والسلسلة بتوعها بيختفوا، وهي بتكون مش واخدة بالها. وبتتفاجئ أكتر لما بتخلص وبتبص في المراية وبتكتشف إن في جزء من شعرها مقصوص، وإنها إزاي ما خدتش بالها من الموضوع ده وحصل إمتى. وبتطلع علشان تدور على هدومها، وبتكون فاكرة إن مالكوم بيهزر معاها، وبتفضل تقوله إن ده مش مضحك. لكنها بتتفاجئ إن السلم بتاع السقف مفتوح اللي كانت بتحاول تفتحه الصبح. وبتطلع علشان تشوف مين اللي بيعمل كده، لكن الباب بيقفل عليها فجأة وبتتحبس فوق. وبتشوف إن مالكوم وصل وبيفضل ينادي عليها بس ما بيسمعهاش. وبيدخل مالكوم يخبط لكن محدش بيفتح له، فبيفتكر إن مفيش حد في البيت وبيمشي. وبتفضل جريتا محبوسة وبتلاقي في شخص قدامها، فبتتخبط وبيغمى عليها.
وتاني يوم بتصحى جريتا وبتعرف إن اللي خضها ده مش شخص ولا حاجة، دي هدوم متعلقة على الحيطة. بعدها الباب بيتفتح تاني وبتنزل تتصل بمالكوم وبيجي يدور معاها على الشخص اللي بتقول عليه، لكن ما بيلاقيش حد. وبتبص على السرير بتلاقي برامز باصص لها وتحت ايده قائمة التعليمات بتاعته اللي كانت المفروض تمشي عليها. وبعد شوية بيمشي مالكوم وبتروح جريتا علشان تكلم أختها تطمن عليها وتطمنها عليها، وبتعرف منها إن كل حبيبها السابق عرف وجالها البيت تاني، لكن المرة دي ابنها الصغير اللي فتح وكان خايف من كول قوي فقال له على عنوان شغلك الجديد. وبتنام جريتا وبتحلم بكابوس برضه إن العروسة بتبص ناحيتها وبتتحرك، وبتصحى تاني يوم مخضوضة وبتلاقي في رجلين عند باب أوضتها، فبتفتح وبتلاقي الجزمة بتاعتها اللي كانت ضايعة منها، وبتمشي الأوضة برمز وبتلاقيه قاعد على السرير باصص ناحيتها برضه وقائمة التعليمات جنبه. بتترعب جريتا وبتجري على أوضتها وتقفل على نفسها وتحاول تتصل بأي حد ينقذها، لكن التليفون ما بيجمعش وبتفضل تعيط لحد ما بتلاقي التليفون بيرن، وبترد وبتلاقي صوت طفل بينادي عليها، فبتتخض وتقفل الخط لكنه بيرن تاني، وبيكون في صوت طفل بيقول لها اخرجي وتعالي العبي معايا يا جريتا، وبيسألها انت ليه مش ماشية على التعليمات. وبتكون خايفة وبتعيط في أوضتها وبتلاقي فيه خيال قدام باب الأوضة وحاجة اتحطت على الأرض وصوت طفل بيقول لها إنه هيبقى مؤدب وكويس وهيسمع الكلام. وبتفتح وبتلاقي فيه سندوتشات قدام باب الأوضة، وبتروح بتلاقي برمز موجود في مكانه وبتعرف إنه ممكن تكون العروسة حقيقية. وبيكون في الوقت ده الأب والأم بيكتبوا رسالة لابنهم برمز علشان يسامحهم، وبيكونوا أخدوا قرار إنهم هينتحروا مع بعض وبينزلوا في البحيرة وبيموتوا. وبتكون جريتا كده فهمت إنها تتعامل مع برمز ازاي، وبتعامله كأنه شخص حقيقي، وبتعمل كل التعليمات اللي في القايمة وبتشغله الموسيقى اللي بيحبها وتوديه على سريره ينام، وبتعلمه ازاي يعزف على البيانو. وبيوصل مالكوم وبيقول لها انهم يعوضوا الخروجة اللي فاتت وياخدها في الجولة دي بالليل، لكن جريتا بتقوله مش هينفع أسيب برمز لوحده، وبتشك جريتا إنها اتجننت وبتقول لبرمز لو في روح يتحرك قدامها لكنه ما بيتحركش، وبتروح ترمي اللي في الطبق بتاعها وبترجع تلاقيه مش موجود مكانه، وبتتصل على طول على مالكوم علشان يجي يشوف إن برمز بيتحرك، وبتقوله إن برمز بيتحرك لما بيكون لوحده، وبتعمل مكانه بالطباشير علشان تحدد هو قاعد فين بالظبط، وبيرجعوا يلاقوه لسه مكانه، وبتقوله جريتا إنه لو ما اتحركش هتسيب البيت وتمشي، وبتطلع هي ومالكوم تاني، ولما بترجع بيلاقوا إنه اتحرك فعلا، وبيقول لها مالكوم إنه هيبات معاها النهارده علشان ما تخافش، وبتودي فعلا برمز على سريره، وبتكون كده هي خلفت واحدة من التعليمات بتاعت برمز، وهي إن ممنوع يكون في أي شخص غريب أو ضيف في البيت. وبيكونوا قاعدين مع بعض وبيسمعوا صوت المزيكا بيعلى جامد، وبيجروا على مكان المزيكا بيلاقوا برمز موجود قدام البيانو، وبتاخده جريتا بترجعه على سريره، وبيقول لها مالكوم إنها مش هينفع تبات هنا لوحدها وإنها لازم تيجي معاه، لكن جريتا بترفض وبتقوله إنها هتفضل هنا مع برمز. وتاني يوم بتكون جريتا في المطبخ مع برمز زي كل يوم بتحضر الفطار، لكن بتسمع صوت حد بيلعب بالبلياردو وبتفتكر إن مالكوم هو اللي بيلعب، لكن لما بتروح بتتفاجئ إن ده كل حبيبها السابق، وبيقول لها إنه عارف عنوانها من ابن أختها، وبيقول لها كمان إنه لسه بيحبها وإن جاي علشان ترجع له ويسافروا مع بعض، وبيقول لها تبطل الجنان اللي هي فيه ده، وإنها بتشتغل مربية العروسة عند ناس أكيد مجانين علشان يربوا عروسة هم كمان، وبيروحوا ياكلوا ويكملوا كلامهم. وأثناء ما هم بيتكلموا بيكون جه مالكوم وبيقول لجريتا إنه جاب الطلبات، وبيسأله كول إيه رأيك في الجنان ده والناس اللي مربيين عروسة، فبيقول له مالكوم إنه متعودش يتدخل في أمور غيره، وبيروح يتكلم مع جريتا لوحدهم وبتطمنه إنه كول مش هيأذيها تاني، وبيمشي مالكوم وبيقول لها إنه نايم في العربية علشان لو كول اتهجم عليها، وبيجي وقت النوم وبتدي جريتا بطاطين لكول علشان ينام على الكنبة، وبتاخد برمز تطلعه أوضته وبتقول لبرمز إنه يحميها من كول ويطرده من البيت لأنه عايز ياخدها بالقوة وهي خايفة منه. وبيصحى كول من النوم على دم بينقط على وشه، وبيبص على الحيطة بيلاقي مكتوب عليها اخرج بره بالدم، وبيكون ده دم فرين ومرميين كلهم على هدومه، وبيصحي جريتا وبيكون مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيفتكر ان جريتا هي اللي عملت كده، لكن جريتا بتقوله مش انا، ده برمز هو اللي مش عايزك هنا، وبتقوله يمشي، لكن كول فاكر انها بتضحك عليه وبيضربها، وبيدخل مالكوم على الصوت وبيقوله كول اكيد لو مش هي يبقى انت اللي كتبت كده ولا هتقولي العروسة انت كمان، وبيكون متعصب وغضبان جدا وبيمسك العروسة يكسرها. بعدها بيحسوا بصوت قوي جدا في البيت كله، والكهرباء بتفضل تتهز وبيكون الصوت كأن حد بيتحرك في الحيطة، وبيروح كول علشان يسمع الصوت جاي منين، وبيكون قريب من مراية وفجأة المراية بتتكسر وبيخرج منها شخص لابس قناع ومعاه سلاح في ايده،
وبيفهم مالكم إن أكيد ده برمز الحقيقي، وإن بقاله 20 سنة عايش جوه الحيطة والناس فاكراه ميت، وبيهجم على مالكم وبيضربه، وبيروح على كول ومحدش بيكون قادر عليه، وبيضرب كول في رقبته بيموته. وبتجري جريتا ومالكم علشان يهربوا، وبيروحوا جري على أوضة جريتا، وبيسمعوا صوت جوه الحيطة وبيعرفوا إن برمز بيتحرك جوه الحيطة علشان الحيطان مهيئة ليه وهو حافظها بقاله 20 سنة. وبيهربوا منه على أوضة ضلمة، وبيلاقوا الباب اللي فيه الممرات اللي بيجري منها، وبيوصلوا للأوضة اللي عايش فيها برمز، وبتلاقي جريتا الفستان بتاعها اللي كان ضايع والسلسلة بتاعتها اللي على شكل عروسة، وبتلاقي رسالة من أهله قايلين فيها إنهم مش هيرجعوا هنا تاني، وإنهم جابوا له بنت بيحبها تفضل معاه على طول. وبتعرف جريتا إنها كانت ضحية للعيلة وإنه كلهم مرضى نفسيين. وبيلاقوا مخرج أخيراً وبتقدر جريتا تخرج منه، لكن برمز بيقدر إنه يمسك مالكم وبيهدد جريتا لو ما رجعتش هيقتل مالكم. فبتقرر جريتا إنها تروح تساعده، لكن بتاخد معاها مفك من الدرج علشان تحمي نفسها وبتخبيه، وبتنادي عليه وبتقوله أنا رجعت علشانك يا برمز، وبتتعامل معاه إنه مريض نفسي. وفعلاً بيهدى برمز وبيسمع كلامها وبتزعقله وتقوله جه وقت النوم وانت عارف القواعد. وبيسمع برمز الكلام وبيمشي معاها وبتنيمه في سريره، وبتضربه بالمفك لكن الضربة ما بتموتوش، وبيقوم يشيلها وكان هيموتها، فبتضربه ضربة تاني أقوى بالمفك وبيقع على الأرض. وبتجري جريتا على مالكم وبتاخده وبيطلعوا بره القصر وبيهربوا. لكن المفاجأة إننا بنشوف في القصر إن برمز ما ماتش وإنه رجع العروسة تاني، علشان نعرف إن القصة لسه ما انتهتش وفي منها جزء كمان. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش لايك وشير وكومنت لقناتنا كلام في أفلام.